أما قضية الماكلة عند الميت، إذا كان الطعام المصنوع عند الميت هو ديال اليتامى، حرام 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 أن يأكل الناس طعام الوليدات نتاع الميت. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الضو تريسينتي اللي تجلس فيها تحت الليلة الأولى اللي مات وتبقى طالعة على الوليدات اليتامى باش يخلصوها، هذيك جهنم راك تاكلها. ذيك الضو. ولذلك إذا كان شي واحد هو اللي يدير العشاء، عمهم ولا خالهم ولا، ولذلك سيدنا النبي قال باللي استشهد جعفر، قال الأسماء عزاهم وقال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم مشغولون بمصابهم. انتم ما دير لهم الطعام، واش هو ميت لها راجلها وتنوض تبقى تحلحل، واش تحلحل ولا تبكي؟ روح ولدي جيب الزبده، روح بنتي جيبي البوطه باش توكلها للكروش الغوال. هذه قلوب، هذه قلوب. فين التكافل؟ فين المرحمه؟ إذا كان هما مثلا داو الطعام تما ولا داو السكر ولا داك الشيء بغاو هما يطيبوا ويخلصوا ديك الضوء، ديك الضوء هذيك يحسبوها، يقول من المره الجايه كتخرج لكم ديك الورقه نتاع الضوء نتاع الماء ديك الليله جيبوها لنا.